انتوا طلعتوا كتير قوي. ما هو بالعقل كده احنا بنتكلم على نفقه ابنك او بنتك، يعني ثمره فراشك، يعني انتاج محلي، انتاج الشقه اللي انت اتجوزت فيها، ما هياش انتاج ميدن شاين. يعني ما هو الطفل ده مش مستوردينه، ده احنا بنتكلم على البذره بتاعتك تاكلها وتشربها. ما هو حاجه من اتنين، يا انت انسان محترم وكانوا اهلك بياكلوك وبيشربوك لحد ما خلوك كبير، يا اما اهلك كانوا مجوعينك فانت بتجوع عيالك. يعني انا مش فاهمه احنا مختلفين على ايه. يعني انا طول الفيديو بحسب مصاريف بنت من بناتي، بقول تكلفتها قد كده وبيجي لها قد كده نفقه، تمام؟ ولا قلت حد اديني، ولا قلت لحد اطلع قول حكايتك، ولا قلت لحد ما تقولش حكايتك، ولا قلت لحد انت راجل وحش. الاقي 500,000 تعليق من اشباه رجال وتقول لي انتوا بتبوظوا شكلنا. ده انتوا اللي مبوظين شكل نفسكم. يعني انت لما تيجي في الكومنتات تقول لي ما انت حاطه ميك اب وفريه، اوفره ليه يا حبيبي؟ اشتغل واشقى ويديني طول العمر واصرف واجيب ميك اب واجيب شنط واجيب اللي انا عايزاه كله من شقايه. انت مكلف قدام ربنا تصرف على الطفل مش انا بعملها واجب كده، واجب بيني وبين ربنا، واجب عشان بكرم عيالي. لان لو امي اللي قاعده معايا هكرمها، لو اختي اللي قاعده معايا هكرمها، فما بالك ولادي. انما هو مش فرض عليا، مش فرض عليا ان انت تبص لي في شغلي ودي عندها مطعم ما تصرفي انت ليه؟ مين قال لك كده؟ وترجعوا تقولوا احنا الجواز البت هتجيب ايه لما تيجي تتجوز؟ تجيب لك ايه يا بابا؟ تجيب لك انت ايه اللي داخل تعالي؟ ما تجيب انت لنفسك. يعني النهارده انا لما اديك بنتي واجيب لك كنبه واجيب لك غساله، وبنتي كانت جدعه معاك، انت ما كنتش جدع معاها. لما بتيجي تطلق بترمي عيلك واحنا اللي بنصرف لك عليه، فانت مش جدع مع عيلك. عايز بنتي تبقى جدعه معاك ليه في الاول؟ انا مش هبقى جدعه معاك، اسفه. انت اللي تفرش بيتك من كل حاجه. وبعدين اللي بيجي يقعد يحط رجل على رجل ويقول لك انتوا هتجيبوا اوضه النوم وانا هجيب اوضه الاطفال، تاكدوا يا جماعه ان هو واحد ده كده، يعني عنوانه انا مش هصرف على عيل بعد كده. هيفضل بقى قارفها طول ما هي موجوده معاه، بقى بتشتغل عايز مرتبها تحط النص بالنص، وانتي هاتي هدوم العيد وانا اجيب هدوم معرفش ايه. هيفضل يقسم الواجبات اللي ربنا خلقه عشانها عليه وعليها. باصص لها مع ان هي ليها ذمه ماليه لوحدها، مالهاش دعوه بالانفاق. افهم يا قلب اختك. انا لما النهارده بقول لك اصرف على عيلك وانت بتقول لك العيل اللي عايز مني جنيه فقط ما يلزمنيش، انت دورك، ربنا اللي امرك مش احنا، ربنا اللي قال لك انت دورك الجنيه. هتقول لي يعني ما يحبنيش ويعاملني وحش وما اشوفوش وبتاع واصرف عليه؟ ايوه، لانه هيجي لي يوم هيفتكرك وهيفتكر ان دوت ما كانش مؤثر معايا في حاجه. فمهما كانت كميه المشاكل وكميه الكره والبغضاء اللي بينكم هتدوب مع الايام. هيوصل سن الرشد والله وهيعرف قيمه كل جنيه صرفته عليه، حتى لو كان هدفه منك الجنيه فقط. انا النهارده كشيف زهره لما ابقى قاعده في اوضتي وبنتي تدخل عليا ما تدخلش غير لما تبقى عايزه حق الملزمه ولا حق الدرس، اروح اتهمها اتهام زي ده اقول لها انا مش فارقه معاكي وانت مش عايزه مني حاجه غير الجنيه؟ حرام. هم هيروحوا يطلبوا من مين؟ لكن انا عارفه ان هيجي يوم هتتخرج وتكبر وتبقى ماما وتعرف انا عملت عشانها ايه، وهتفتكر لي كل جنيه كنت بديهولها، وساعتها بقى هاخد الطبطبه وهاخد الحنيه وهاخد الكلمه الحلوه وهاخد الحضن اللي طالع من القلب وهاخد الصدقه الجاريه. هاخد الصدقه الجاريه ويتعمل عشاني اطعام ويتعمل عشاني سقي ماء وانا ميته. فيا قلب اختك هي مش معركه وخلاص، مش معركه وخلاص. انت دلوقتي الحق اللي احنا بنتكلم فيه بتاع نفقه الاطفال ده زيه زي الميراث، زي ما تروح تجيب صنايعي تقول له انا عايزك تصلح لي العربيه دي. طيب بيقول لك والله تصليح العربيه دي هيكلف 5000 جنيه، تمام؟ فانت بتوافق اشتغل وصلح لك العربيه. انت لو عطيته 3 بس يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم. ما تاكلوش حقوق الناس. حق الطفل اللي انت بتخلفه دوت حق يا جماعه تتحاسبوا عليه، دي حقوق ناس. انا النهارده كشيف زهره لما اشتغل 17 18 سنه عشان اصرف على الولاد، وهو بدل ما يصرف بيحوش ويتجوز ويلعب ويهيص وبتاع، مين اللي صرف له على الهيصه دي؟ انا اللي وفرت له. بس انا ما اقدرش احط ولادي تهديد، كارت تهديد ليه عشان ينفق بدل ما يصرف. لا، خليه يصرف وخليه يحط فلوسه اللي هيتحاسب عليها مطرح ما يحبها، لان ربنا من ضمن الحاجات اللي هيسألنا عنها
مالك فيما انفقته في ايه؟ لما تيجي النهارده تقف قدام ربنا وتقول انفقته في الجواز وفي السجاير وفي شحن النت والمعرفش ايه، وامسك تليفونين وامشي. النهارده الراجل بيبقى ماشي لابس سنجة 10 وماسك تليفونين وعلبة سجاير وما بيصرفش على عياله. هتتسأل انت ازاي ماشي بالفخامه دي وسايب عيلك محتاج ياكل لقمه؟ يعني انا عايزه اعرف، والناس اللي فرحانه ان القانون الجديد ان احنا يعني الراجل هيتجمد عليه المبلغ فهيتقابل في المطار، يا الدفع يا الحبس. طب انا عايزه اعرف حاجه، وانتوا فرحانين ليه؟ وليه يبقى في متجمد اصلا؟ ليه يبقى في متجمد شهرين 3؟ ليه يبقى في متجمد شهر؟ النهارده الطفل لو ما نامش واكل شارب هيعيش، لو ما راحش اتعلم حد نفعه. النهارده النفقه ما ينفعش تتجمد ولا شهر ولا نص شهر حتى. المفروض ينزل قانون بان النفقه تدفع من يوم 1 ليوم 5، ما اتدفعتش يتجاب على طول، يتعمل له استدعاء، يتراح يتجاب من بيته. اظنه عامل جريمه، اظنه قاتل حد، يتجاب من بيته في نفس اللحظه. تعالى فين النفقه بتاعت الشهر ده؟ عدى 5 ايام فين؟ في طفل بقى له 5 ايام بينام من غير ما ياكل، من غير ما يشرب، من غير ما يروح مدرسته يدفع دروسه، من غير ما يروح مدرسته ياخد معاه سندوتشاته ومواصلاته. ده عدل ربنا. انتوا ليه زعلانين ان احنا بنتكلم في عدل ربنا؟ يا ابني ابنك ده ولا بنتك دي انتاجك، مش انتاج صيني، مش جايبينها من بره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله العظيم الواحد ما يعني اقول ايه، بس اقول ايه، الواحد بيصرف. ما انت كده هتسيب فلوسك، ما انت كده فلوسك هتسيبها، ما الكفن ما فيهوش جيب. اصرف على عيالك، ولد ولا بنت، اصرف عليه. ما بيجيلكش اصرف عليه، ما بيحبكش اصرف عليه. امه عفريته، امه شيطانه اللي هي انا او ناشز، اصرف على ابنك، مالكش دعوه بيها، انتوا انفصلتوا خلاص، هي ما بقتش على ذمتك. لا ينفع تحط راسك قصادها ولا تحط راسك قصادك. اصرف على عيالك، اصرف على عيالك، صدقني هتموت ومش هينفعك اي مليم، وكده اللي هتجيبه هيتصرف. يبقى تصرفه على عيالك، وقدام ربنا انت صرفت على عيالك وخليت عيالك يفتكرك بذكرى حلوه، والناس شايفاك راجل محترم مطلق بس بتصرف على عيالك من الالف للياء، ولا تفضل بقى مخبي الفلوس وتروح تقول للمحكمه انا معيش، مش مقدرتي، مش استطاعتي، عشان خاطر تتهرب من النفقه وتقعد تعمل استئناف. شكلك وحش قدام عيالك. النهارده انا لما تبقى بنتي 21 سنه والثانيه 19 وابني 17 سنه ويلاقوا ان حكم النفقه كل ما المحامي يجيب حكم يروح ابوهم يعمل استئناف، يعني بحس ان هم قرفانين منه. انت بتفاصل في ايه؟ ده مش هيكفونا حاجه، ده هم اللي محكوم باصلا قبل الاستئناف ده مش هيكفي حاجه. العيل قرفان من الاب اللي راني ان هو مش اب. النهارده انت عايز تبقى اب ببلاش ازاي؟ اذا كان انت كارت الكهرباء بفلوس، باقه النت بفلوس، علبه السجاير بفلوس، بنزين العربيه بفلوس، هدومك بفلوس، انت ازاي بتقول للعيل حلو 500 جنيه ولا 300 جنيه؟ بذمتك انت ينفع تعيش ب 500 600 جنيه؟ انا اعرف ولاد الناس اللي بيعيشوا ولادهم ولاد ناس مش يجوعوا عيالهم. انت ازاي قادر تنام بطنك مليانه 4 متر واكل الحلو كله وعيلك ما شربش كوبايه لبن تبني اسنانه وتبني عظمه وتخليه فرد محترم في المجتمع، ماشي بشنطه محترمه، لابس هدمه محترمه؟ انتوا يا جماعه مخكم في العند وبس، مخكم في ان هي معاها تصرف، هي غلط. لا ينفع تصرف على طفلك ولا ينفع هي تفرش معاك شقه. وعشان كده احنا هنصلح. انا بقول لكل ام صلحي، انا عن نفسي مش هجيب قشايه البنت. مفيش معاك اتجوز، معاكش خلاص، يبقى لما تقعد جنبي من غير عيال افضل. ما انت اللي هيخليك تقسم الفرش هيخليك بعد كده تقسم بقى مين اللي ياكل العيل اللي هيجي. لا ان شاء الله ما عنك اتعمل لك عيله ولا اسمك اتشال في الدنيا على ذمه عيل. خليك من غير عيل، لما تبقى قدها ابقى اصرف. النهارده الست محتاجه راجل يساعدها، ما كانش يساعدها يجيب لها واحده تساعدها، يجيب لها الحلو كله، هي عشان تبقى كويسه ومطيعه معاه. النهارده هتقول له اصلك الظروف وبتاع، والستات نكد من اللي هي فيه، شغل وضغط مذاكره مع الاطفال وامك تيجي تعكنن عليها وانت تيجي تعكنن عليها، وطفل تعبان في ايديها ومفيش حد بيساعدها في شغل البيت. ما كل ده ضغط. هي في الاخر اخر اليوم هتبقى زوجه معاك ازاي بتديك طلباتك. ما لازم عليها ضغوط، ما لازم هتوصلوا لمرحله الطلاق، لازم هتوصلوا للطلاق. النهارده انت لو مش قد الجواز ما تتجوزش، مش قد ان انت تخلف والله ما تخلف، بجد البشريه مش هتقف عليك. منكم لله.